والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائنا المتابعين، يا رب تكونوا بخير. ده كاب كيك يا جماعة، وعاملين كاب كيك قدرة قادر كمان. هنعمل بشوية كيك احتفال، ما شاء الله عاملين كمية حلوة قوي بشوية كيك. طبعا زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، شايفين الكاب كيك هش وجميل ازاي. وزي ما قلت لكم ان شاء الله هنعمل كاب كيك قدرة قادر اهو. زي ما احنا شايفين، احنا بنسمي كده وبنعمل الاول، بنعمله على 3 خطوات. اول حاجة بنعمل الكراميل. طبعا دي نص كوباية سكر، وعليها 3-4 معالق مية، ودي نص معلقة زبدة. واللي مش عايز يضيفها مش مشكلة، انا بضيفها عشان تزود طعم للكب كيك. طبعا معايا هنا قوالب الكب كيك، بفضي عليها يعني الكراميل. ودلوقتي هنعمل طبقة الكريم كراميل. حطيت 2.5 كوباية لبن في الخلاط، عليهم 2 ونص كوباية سكر، طبعا الفانيليا بتاعتهم، وهنضربهم في الخلاط. ضربتهم في الخلاط وبمصفى، بضيفهم على في قوالب الكب كيك على الكراميل. وهنا الخطوة الثالثة اللي هي الكيك. طبعا كوباية لبن وكوباية زيت وكوباية سكر، وهضيف عليهم 3 بيضات والفانيليا برضو، اضربهم في الخلاط يعني. طبعا انا ضربتهم كده، ودي مكونات جافة. دول 2 كوباية دقيق، عليهم معلقة كاكاو خام، ومعايا هنا معلقة بيكنج باودر. طبعا انا حاطه ذرة ملح على الدقيق ونخلاه. ودلوقتي بضيف عليه المكونات السائلة بعد ما ضربتها في الخلاط. ما شاء الله القوام عالي، يعني المقادير كده حلوة جدا. طبعا بفضي طبقة بقى الكيك على الكريم كراميل في القوالب بالراحة كده زي ما انتوا شايفين كده. يعني بخلص الكمية كلها. وطبعا ببقى محضرة صينية الفرن اهو يا بنات. طبعا انا صبيت الكمية وفاضل كمية كيك بعملها في القوالب. عملت الكب كيك كريم كراميل. حطيت مية سخنة في الصينية وحطيتهم في الفرن على درجة حرارة 180 من 30 ل40 دقيقة يا بنات. ودي كانت النتيجة. زي ما قلت لكم ما شاء الله عامل كمية كبيرة ما شاء الله. وبنقلب بقى قوالب الكريم كراميل ما شاء الله. زي ما قلت لكم كاب كيك كريم كراميل. شايفين الجمال بقى. ممكن نعمل احتفال يا جماعة والله بشوية الكيك دول.